السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، رسالة ديال رئيس الحكومة المحترم. احنا عرفنا عن حكومتكم جات عاقب الحكومة اللي عبدت لكم الطريق، لحقت صندوق المقاصة ولحقت كاع يعني النقط اللي ما كانت تقد حتى شي حكومة تلحقها. حرت المحروقات، يعني داكشي اللي نقرا علاش ترقصوا نتوما. الوظيفة المباشرة ما كانت كاينة، آخر توظيف مباشر كانت هي من تبت كيران. المهم هذا الشيء كامل ادى، يعني جاب حكومتكم نتوما اللي زادت في تفقير الشعب. يعني ما تلاقين حتى شي حاجة، ما تلاقين أمل. ما نعرف واش بغيتو هذا الشعب يدير. يعني بحالاش غادي يرياجي هذا الشعب اللي ما كاينه الوظيفه، ما كاين يعني حتى لي كونكور عادوا خاصك سابقه 30 عام، حددتوا السن. شنو كل شيء ما نتكلموا كاع على غلاء الاسعار، نتكلموا غير درك على هاد البطاله اللي دخلتوا فيها الشعب. هاد الشعب اللي ماشي وكيتكرازا ما نعرفش ليه يعدل. يعملوا خير. كنتمناو يعني ما يلحقوش شي ما تكون شي رياكسيون اللي خايبه. المهم حنا بغيت نتكلم درك على هاد التجاره الالكترونيه اللي حبستو. الساعه اللي طلعت انت حبستو التجاره الالكترونيه. الناس كانوا كيتحركوا فيها شوي، كان الشباب يتحرك فيها شوي. هاد المواقع كاع، المواقع ديال الشينوا ديال هذاك الشيء كاع اللي بحال داك شين، بحال امازون ولا اسمها بحال علي اكسبريس. مهم كاع هاد المواقع اللي كانوا التركه والطفيلات كيتحركوا فيها شوي، يعني كيتجروا. مهم مواسين عنهم تجار. مهم كاع خير بعد من والو. سديتوا علينا كلشي. لو كان كاين بديل هون ما عندنا مشكل. في البدايه قالوا راه البديل غادي يكون منصه، يعني ديال التجاره الالكترونيه. كانت له قالوا تفتحها حرمكم المصون. عقبنا ما كاينه منصه، ما كاينه تجاره الكترونيه، ما كاين حتى شي حاجه. قفلتوا على هذا الشعب، قفلتوا عليه. تسدوا تضيقوا الخناق الين ما نعرفش ليه يعدل. وخايفين من شي الطرطيقه، لان الطرطيقه عقب هذا من الضغط راه غادي تكون، ورانا خايفين منها. كنتمناو ما تكون. كنتمناو هاد الحكومه شويه تراعي لهذا الشعب. والشعب صبار. يعني غلاء الاسعار من جهه، البطاله من جهه. بغاو يحرقوا ما خليتوهم. ما تحرق، ما تخدم. الى قريت مزيان قالوا هذوك الكسالى يعني ياكلوا العصا هما صغار، والمجتهدين ياكلوها الا كبروا. اطباء درتوا لهم هذه الحاله، المعلمين من ذاك قولوا لنا، يعني يقولوا لنا شي قطاع ما مرض، شي قطاع ما دار وقفات. اول حكومه غادي يكون فيها واحد الرقم قياسي ديال الوقفات. حنا ما احنا اصلا ما كنتجرؤوش نقولوا لك من منين تستورد والله لمن تصدر. ما نتجرؤوا، واخا نعرفوا ما نتجرؤوا نقولوا لك. عاملنا بالمثل. خلي هاد الناس يتحركوا، خلي على الاقل هاد الشباب يتحرك. هاد الشباب اللي كان كيتحرك شويه في التجاره الالكترونيه خليهم يتحركوا. ضيقتوا عليهم الخناق، طلعتوا الجمارك، طلعتوا هاد الشيء. يعني حتى الطرق الملتويه اللي كانوا كيديروا باش يقدوا يشدوا شوي، حتى هما اقفلتوهم. يعني اش بغيتوا هاد الناس يعدلوا؟ اش بغيتوا هاد الشباب ليه؟ اش بغيتوه يعدل؟ قوارب الموت راهو كيمشي لها، وانتم متكالبين علينا انتم هاد المجالس المنتخبه اللي الميزانيه راه هي الميزانيه. قال له جيت نذوقوا فراغ. الميزانيه هي غير اش عدل بها وين.
هاد المشاريع اللي دايره طاقيه الاخفاء اللي ما قد شفناها، هاد المشاريع اللي مشروع لها شي مشاريع اللي ما قد. اولا مشاريع كاع ما هي بناءه، ماشي شي حاجه اللي باغيين هذيك الساعه. كديروا لنا مشاريع ديال شخص كعريان. اش بغيتو هاد الناس يعدلوا، حنا غير ملو علينا نعدلوا. الاسعار من جهه، البطاله من جهه، القمع من جهه، ما نعرف. قولوا لنا الا كان شي حاجه نعدلوها، قولوها لنا، ملو علينا. خصوصا انا كنتكلم على هاد الشباب اللي كان كيتحرك شوي، قطعتوا عليهم موارد الرزق بالمره. الساعه اللي كنتكلموا على الساعه اللي نبغوا نتكلموا على تحرير الملك العام، كتجو نتوما يا الحلقه الاضعف، كتجو الفراشه وتجو سميتو، تجو المالين كرارس بدون وجود بدائل. طيروا من هون، حيدوا من هون، حيد واحد يشدوا له سميتو وحده. المهم حنا نتكلموا على اصحاب الاوامر. اما دوك اللي كينفذوا عبد مأمور كينفذ داكشي اللي جاه. سيد رئيس الحكومه، ما بقى لك والو. كنتمنى هاد الحكومه برمتها ما لا ترجع، ما لينا نشوفوا شفيقها، ما لا ترجع. لان ما في الخير خير والشط احمر. كان ما فيكم شي واحد اللي نقولوا هذاك نقدو نختاروه نتخيروه باطل. كنتمناوكم على الاقل شوي ديال الرأفه بهذا الشعب، لان هاد الضغط اللي كتمارسوا عليه راهو بزاف، وشعب صبار. ما يعني رياكسيون نتمناو ما تكونش شي رياكسيون خايبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.